نحن أسرى المبادئ وأبناء هذا الإسلام، ولا نستسلم إلا لعقيدتنا، ولا نذل إلا لثوابتنا التي ربانا عليها محمد صلوات الله وسلامه عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الغفلة إخوة الإسلام هو أن لا يستشعر العبد ما الواجب عليه أن يستشعره، أن يغفل عما وجب الله أو عما أوجب الله عليه أن يتأمله وأن يتأماه وأن ينظر إليه نظر اعتبار وتعبد. الغفلة عباد الله انتكاس فطرة وارتكاس مبدأ، مساومة على أسس وثوابت ظن كثير من الناس أنهم من أهلها، وتستار كما قال القائل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الغفلة عباد الله عندما نتأملها في كتاب ربنا نجد عجبا، ما أهلك الله الهالكين وأوجب عليهم غضبه وعقابه العاجل إلا بسبب غفلتهم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لما تحدثنا إخوة الإسلام في الجمعة الماضية عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع هذه الحياة الدنيا، كان لزاما أن نتحدث عن ثمرة من ثمرات التعلق والتعبد لهذه الحياة دون الله جل وعلا. هذه الثمرة إخوة الإسلام يراها الكبير والصغير والرجل والمرأة، يستشعرها العالم والجاهل واللبيب والفقيه وضدهما، كل ذلك دون أدنى معاناة إذا نظر في حال الناس. تلك الثمرة عباد الله هي الغفلة التي طرأت على قلوبنا وحالنا. الغفلة، وما أدراك ما الغفلة؟ عندما تنظر إلى كلام ربك جل جلاله عنها وعن سمات أهلها وعواقب المنتهى
الغفلة عباد الله هو أن يميل العبد مع شهواته حيث راحت وظلت. الغفلة إخوة الإسلام هو ألا يستشعر العبد ما الواجب عليه أن يستشعره، أن يغفل عما وجب الله أو عما أوجب الله عليه أن يتأمله وأن يتأماه وأن ينظر إليه نظر اعتبار وتعبد. الغفلة عباد الله انتكاس فطرة وارتكاس مبدأ، مساومة على أسس وثوابت ظن كثير من الناس أنهم من أهلها، وشتان كما قال القائل: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الغفلة عباد الله عندما نتأملها في كتاب ربنا نجد عجبا، ما أهلك الله الهالكين وأوجب عليهم غضبه وعقابه العاجل إلا بسبب غفلتهم. قال الله تعالى عن قوم فرعون: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. عطل الله تعالى الآلات والأدوات التي ينتفع بها العبد ليحرم من سماع الإجابة مع سلامة الحواس، كما قال الله جل وعلا: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وقال عنهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، مع أن الله تعالى أثبت لهم سلامة الحواس. فقال جل وعلا عن ثمار الغفلة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أولئك كالأنعام لأنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لكن النار ليست مثوى لأولئك الأنعام. يغفلون عن عبادة الله وذكره، والله تعالى قال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، باستثناء أولئك الأنعام. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، باستثناء الأنعام إلا أولئك الذين غفلوا عن القيام بحق الله والواجب المنوط بهم. إن هذا الحيوان لا يتحمل فوق طاقته وإن حمله ابن آدم. لا أدل على ذلك من حادثة الفيل لما قام أبرهة عليه لعنة الله بالزج لهذا الفيل ليهدم بيت الله سبحانه وتعالى، وقام عبد المطلب مع شركه وكفره وعبوديته للأوثان يمسك بحلقة الكعبة وهو يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنح حلاله، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وما فعلوا فأمر ما بدالك. ولأن الله تعالى يغار والغافلون لا يغارون، ولأن الله تعالى يمنع أن تنتهك حرمة بيته والغافلون لا يتحركون، يرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل. ولكن المقصود من ذلك أن يقعد هذا الفيل لا يتحرك، لأنه يتقدم لمحادة الله جل وعلا ولمحاربة بيت الله سبحانه وتعالى الذي جعله الله قبلة وأمنا وأمانا للناس. إن الله سبحانه يبين حال تلك الطائفة من الناس الغافلة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها
ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وبين الله تعالى أنهم إن جمعوا مع الغفلة الكبر فهم مصروفون عن آيات الله لا يعتبرون بها ولا يعملون بها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. يا حسرة أولئك إذا عاين الناس الحقائق ووجدوا ما وعدهم الله تعالى به من أهل السعادة أو أهل الشقاوة. يا حسرة أولئك الغافلين لما يعاينون وعيد الله لهم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. وقال سبحانه وتعالى وهو ينعى على أحوال أولئك اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. أمتي يا لغة العين أجيبي كيف نالت منك غارات الصليب كيف أرغمت على ذل رهيب كيف أخضعت لشبان وشيب كيف بعت النصر في سوق الدنايا يا لهذا الأمر من أمر عجيب. عندما تتأمل آيات الله سبحانه وتعالى وهي تتكلم على هذا الصنف الشنيع الذي بشع الله أمره وعظم خطورة أهله في العاجل والآجل ترى أن هذا داء وبيلا وقع على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. مر رجل على بلال والناس يتسابقون على الخيل فقال لهم من سبق من هؤلاء؟ قال سبق من غفر الله له. قال إنما أسألك عن الخيل. قال وأنا أجبتك عن الخير. شتان بين هؤلاء وأولئك شتان بين الذين تعلقت قلوبهم بزهرة الحياة الدنيا وأدمنوا التعبد والتذلل لها فمن أجلها يشقون وإذا حصلوا عليها يسعدون لا يتعبدون إلا لمراداتهم التي يتحصلون بها على زينة هذه الدنيا. والله يقول زين للناس حب الشهوات والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تنادي من أعماقه عليه الصلاة والسلام وهو يهز كتف هذه الأمة هزا لتستقيم على الجادة ولتحرص على السبيل. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الغفلة معاشر المسلمين تمنع إجابة الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى أحمد عنه أنه قال إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. حدثني بعض الأصدقاء ذوي المرح والمزاح عندما كنت أتحدث معه ذكر دعوة عجيبة مع أنها من الاعتداء الذي لا يجوز وحذر النبي منه وإن كان هذا الصديق لا يقصد ذلك. قال أسأل الله تعالى
أن يموت الناس كلهم ولا يبقى إلا أنا، ويسأل الله تعالى أن يعيش في هذا الكون لوحده. تبادلنا البسمات مع نصيحة صغيرة في هذا الباب، ولكن هذه الكلمة إخوة الإسلام والله يستوت في نفسي كثيرا. يتمنى أن يموت كل الناس إلا هو، وإن جئنا في الحقيقة نقف على حقيقة الأمر فسنرى أن كثيرا من الناس موتى في مسلاخ البشر الأحياء. كثير ممن يتنفسون ويتحركون ويتكلمون ويذهبون ويجيئون هم والله موتى، أكل عليهم الزمان وشرب. هم من خلق المتاع قذى العيون وحمى الأرواح، لا تسعد برؤياهم ولا تنعم بالحديث معهم، لأنهم لا يحملون قضية ولا يعيشون لمبدأ ولا يعملون لهدف. غاية أحدهم أن يتحصل على الحياة والحياة فقط. أليس أولئك الناس أموات؟ أليس أولئك الذين يحيون بتلك الطريقة ويسعون على هذا السبيل ليسوا من الأحياء فعلا؟ هم والله ليسوا من الأحياء. وإن نظر هذا الصديق الطيب إلى حال كثير من الناس لوجد أنه في الحقيقة ربما لو كان ذا قضية ومبدأ ربما يعيش لوحده مع بعض الأفراد الصادقين الطيبين المخلصين من الناس. لا أريد أن أخرج عن هذا الموضوع الذي أود أن أحدثكم فيه، وهو قضية الغفلة. فتنبهوا معي قليلا إخوة الإسلام. إن العبد ربما يغفل عن النعمة التي يمنحها الله عز وجل إياه. قال تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ فكم لله عز وجل عندك من نعمة، وطالما غفلت عن الله ولم يغفل عنك رعاك في صغرك وغذاك وأنعم عليك كبيرا ومنحك من الدنيا ما ترى. عندما تنظر إلى أحوال أهل البلايا ترى أن الله جل جلاله قد رفع قدرك وعافاك ولم يلجئك إلى غيرك لتحتاجه في أخص الخصوص. والله رأيت بعيني دون أن يحكى لي شابا ربما لم يبلغ 18 من عمره يجلس على الكرسي وقد سلت يداه ورجلاه، ولا يتحرك إلا لسانه بكلام يحمل التمتمة وغير ذلك، لا يكاد يبين من ثقل لسانه. ربما عندما ترى هذه الصورة لا يتحرك قلبك كثيرا، مع أن الله جل وعلا حرك أطرافك وأنت عنه غافل. هذه صورة ونموذج يتكلم هذا الشليل الذي يحمل ليقعد على كرسيه ويذكر هؤلاء الناس بنعم الله عليهم، ولكنه سأل سؤالا غريبا. قال: يا معاشر الناس، وكان يكلم مجموعة من الناس، كم يتحمل الواحد فيكم أن يقعد الطعام في بطنه؟ بعضهم قال 2 أو 3، ولكنه قال الطعام يمكث في معدته 12 يوما. 12 يوما مع شلله وضعفه، ويكون الأمر يسيرا إذا وصل إلى هذا الحد. يا من من الله علينا بالنعمة والعافية ونحن عن آلائه وآياته وسبيله غافلون. مع ذلك لم يمنح قوة في دفع الفضلات، فتقوم أمه بوضع يدها في مؤخرته لاستخراج الأذى بيدها، تخرج بيدها الأذى دون أن تتحرك معدته بيدها. فيا سبحان الله العظيم، فإنا لله وإنا إليه راجعون على حال قلوبنا وقسوتها ومدى تعاملنا مع ربنا جل وعلا الذي أسدى إلينا كل جميل ومنحنا كل معروف وأنزل علينا نعمه ظاهرة وباطنة. الله جل جلاله الذي
كثر عندك الحسنات وأقال عنك السيئات ولم يعاجلك بالعقوبة. الله جل وعلا الذي أقال عثرتك ورفع الدنية عنك جل وعز. الله سبحانه وتعالى الذي تشهد لطفه في الظاهر والباطن. كم من بلية أزالها ورقبة عافاك منها وأنت مع ذلك عن ربك غافل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فتأمل هذا النموذج يا عبد الله لترى ما عندك من النعمة التي أوجب الله عليك أن تشكر. وإذا كان حال العبد لا يشكر إلا إذا انتزعت منه النعم فهو كما يقول ابن قدامة رحمة الله عليه هو عبد سوء. عبد سوء. لتنعم أو لتستشعر نعمة عينيك هل لابد أن تعمى؟ هل لابد أن تفقد يديك ورجليك؟ هل لابد أن يتعطل سمعك وقلبك وعقلك؟ عندما تنظر إلى هؤلاء الذين يسعون في الأرض بلا عقل وقد منحك الله عقلا لا يدري ما يفعل ولا ما يقول ولا أين يذهب ولا أين يجيء ولا متى، ثم تنظر إلى نعمة العقل التي منحك الله إياها، كيف تغفل عن ذلك؟ كيف تغفل أيها المسلم وأنت تعلم أن أمامك عقبة كؤود؟ اذهب إلى تلك المقابر ونادي أهلها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الناس يا أهل القبور هل تخبرون عن أخباركم أم نخبركم عن أخبارنا؟ إن أردتم أخبارنا فقد تزوجت نساؤكم وتيتمت أطفالكم وسكنت دوركم وأنتم بين الأجداث والبلى. ثم قال: ألا تخبرون؟ ثم قال رضي الله عنه: والله لو أنطقهم الله تعالى لقالوا إن خير الزاد التقوى. اذهب إلى هذه الحفر الضيقة التي تكون مسواك ومأواك إلى أجل بحول الله تعالى. كلم أهلها ونادهم، سائلهم عن الأنس مع الديدان والهوام، سائلهم عن صورة الملكان وقد أتاه وأقعداه واجتذباه وقال له من ربك وما دينك ومن نبيك. سائلهم هل تلك الحفر هي حفر النعيم أم الجحيم؟ سائلهم وكلمهم عن معنى كونها روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. سائلهم وقد تنظر إلى تلك الدور مع سكون أهلها وقد عم من بعضهم الصراخ وكثر العويل واشتد الإجار إلى الله جل وعلا حادثهم لعلهم أن يكلموك ولم يفعلوا، ولكن كتاب الله تعالى حدثك ونبيه أخبرك ووعظك الواعظ. ولكن كما يقول ابن السماك: نخشى أن ننتقل من العمران إلى الخراب. بعدما عمر الناس الدنيا وخربوا الآخرة يخشون أن ينتقلوا من العمران إلى الخراب. سل نفسك أيها الغافل عن خروجك من الأجداث ووقوفك بين يدي الله تعالى حافيا عاريا وقد دنت الشمس من الرؤوس ولا حول لك ولا قوة إلا بالله. يقف الناس على أقدامهم 50,000 سنة دون أن يأكلوا لقمة أو يشربوا شربة أو يستظلوا بظل إلا من كتب الله له أن يظل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وبدت السرائر وتناثر المكنون وعاد السر جهرا وعلانية بين يدي الله. والله تعالى يقول لك: عبدي أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ أتذكر يوم كذا، يوم فعلت كذا وكذا؟ وعندها سبحان الله العلي العظيم هل تجد كلمة تعتذر بها بين يدي الله يوم القيامة؟ أو تجد حجة تحتج بها بين يدي الملك العظيم سبحانه؟ وأنى لك بذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين الله حجاب ولا ترجمان. فأعظم الحياء ويا شدة الوجل
ولا تكسر النصال على النصار إذا كان ذلك بين يدي ربك سبحانه. مثل وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا. اقرأ كتابك يا عبدي على مهل وانظر إليه ترى هل كان ما كان. هل ترى في كتابك ما كان يوم أن غفلت عن الصغائر والعظائم والكبائر وتبدى ذلك بين يدي الله تقام وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يا ابن آدم هذه الحياة الدنيا إنما هي أيام قليلة وأنت تحياها بين ساعتين أو بين لحظتين. إما لحظة تستشعر فيها رضوان الله جل وعلا بانكسار القلب وذله وإخباته ومسكنته، أو أنها لحظة أخرى ترى منها إعراض القلب وعكوفه على غير ما يرضى الرب، ترى منها صلفا وكبرا، ترى منها بغيا وحقدا وحسدا، ترى منها إقبالا على الشهوات وعكوفا على المعاصي واللذات. وساعتها ربما يسقط العبد من عين الله فيكون شقاؤه. يا عبد الله، هل سألت نفسك عندما تضحك بملء فيك وتسر بملء قلبك ما الذي لك عند الله يوم القيامة؟ هل سألت نفسك وأنت تضحك بملء فيك هل هذه السعادة سعادة أهل الجنان وأهل الرضوان؟ أم أنك ممن يضحك وقد أعدت له النيران وخيطت له السرابيل من قطران ليغشى وجهه وجلده حر جهنم والعياذ بالله؟ سائل نفسك، هل ترضى أن تلقى الله سبحانه وتعالى على تلك الحال التي أنت فيها؟ وإذا لقيت ربك الساعة هل تجد عند الله تعالى ما يسرك؟ هل تجد ما يفرحك؟ أم أنها الأخرى؟ ولذلك تتعجب من كثير من الناس الذين يريدون المهلة وهم في المهلة لا يعملون عمل أهل السعادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام، عندما ننظر إلى حال صحابة نبينا رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة وننظر إلى حالنا نرى عجبا. كان من التابعين رجل يسمى أبو مسلم الخولاني، وكان هذا الرجل يجتهد أيما اجتهاد في طاعة الله تعالى، وقد ربط حبلا بين ساريتين وعلق عليه صوتا، فكان يقوم الليل فإذا فتر أو استشعر كسلا يأتي بهذا الصوت ويضرب قدمه وهو يقول لها: والله لا أحملن عليك حتى يكون الكلل منك لا مني. أتريدين أن يقول أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجالا؟ والله لتزاحمينهم على الحوض. أتريدين أن يقول أصحاب محمد أنهم ما خلفوا رجالا؟ والله لتزاحمينهم على الحوض. ائتسى بحال النبي صلى الله عليه وسلم المتبسل المنقطع لعبادة الله تعالى، الذي كان يصلي حتى تتورم قدماه وحتى يسيل الدم من قدمه. لا نريد أن نفتش في كل تلك المثاليات لنرجع إلى واقعنا وحالنا. فمعاشر المسلمين، ترى أولئك الذين يضيعون الصلوات المفروضة ما لهم عند الله عز وجل؟ ترى أولئك الذين ينامون عن الصلاة المكتوبة التي
التي بين النبي أن حال النائمين عنها من المنافقين وأن ذلك من الكبائر ما لهم عند الله يوم القيامة. عندما تنظر إلى حملة المبادئ الردية والأفكار الجاهلية، والله وأنا أعجب من هؤلاء الناس وجلدهم وإصرارهم على بث مبادئهم وأفكارهم في حال سكون أهل التقى الذين أصابتهم الغفلة. وحق فينا دعوة عمر رضي الله عنه: أعوذ بالله من جلد الفاجر وعجز المؤمن. حتى يقوم بعض النواب الليبراليين فيتكلم ويقول: الآن ما عاد هناك مجال لإرسال الثقة وبث الثقة في فلان أو علان. أنا لا أود أن أتكلم في الأمور السياسية كثيرا لأني لا أدعي أني أفهم فيها، وإنما الذي أفهمه وأوقنه وأنا على بينة من ربي فيه، لأن الله تعالى أخبر بذلك وتحدث نبيه عن ذلك، أن الخونة الذين كانوا يتعاملون على حساب ودماء المسلمين من أهل بلادنا وغيرهم لا يجوز للمسلم أن يبث الثقة فيهم. هذا الذي أدين الله تعالى به وأعلمه من كتاب الله عز وجل، إن الخونة الذين وصلوا إلى هذه القمم السامقة على أكتاف الفقراء والمساكين والمرضى وأصحاب الحاجات لا ينبغي للمسلم أن يبايعهم ولا أن يعاهدهم على معروف، لأنهم ينكثون عهودهم في كل مرة. إن هؤلاء الناس لا يوجد لديهم حرمة للدماء ولا للأموال، والله الذي لا إله غيره في سبيل مصالحهم ورفع ذواتهم وتحقيق أهدافهم والتعمية على جرائمهم، والله يستطيعون أن يحرقوا البلد حرقا. ولكنه مع الأسف مع غفلة كثير ممن كانوا محط أمانة عند كثير من الناس، مع غفلتهم وعدم فقههم للواقع وفهمهم لحدود هذه المؤامرة الكبيرة التي تدار على بلاد المسلمين، لا زالوا يحسنون الظن بتلك العصابة والفئة من الناس. والله جل جلاله قال عن أسلافهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لزوال الدنيا وما عليها أهون عند الله من قتل نفس مسلمة بغير حق. ووقف النبي أمام الكعبة وقال: والله إن حرمتك لعظيمة، ولكن حرمة المسلم أعظم عند الله منك. فأيها الناس، متى حدث ذلك في بلادنا؟ متى حدث ذلك ومتى كان ذلك؟ إذا أراد الناس أن يسكنوا بلادنا أسكنوها، وإذا أرادوا أن يحرقوها أحرقوها. فأي أمانة عند أولئك؟ إن أبا بكر رضي الله عنه الذي نقف عند وثيقته ووصيته، مع أنها والله في غاية الأهمية، وبعثت عنها جمعتين حتى لا يستوحش الناس من كثرة الكلام في هذا الأمر مع عدم تكراره، ولكنه لزاما علينا وواجب علينا أن ننظر إلى حاله رضي الله عنه، لأنه يضع ذلك الميثاق في السياسة الشرعية. لما ارتدت بعض القبائل وقاتلوا أبا بكر رضي الله عنه، لما أتوا المسلمين ماذا فعل معهم؟ نهاهم عن ركوب الخيل وأن لا يحملوا السلاح، طالما أنه قد ثبتت خيانتهم فهؤلاء يتأخرون. إن إحسان الظن هذا لا يسمى حسن ظن، وإنما يسمى غفلة. ولكن هذه الغفلة ليست على حساب مال أو دكان أو مصلحة بلد، وإنما هي على حساب دماء الناس التي تهدر. ينبغي على أولئك الناس أن يرحلوا ويرحلوا إلى الأبد، ولا يستعمل منهم خائن كان يستعمل في عهد الطاغوت الأول حتى وصل إلى سدة الحكم والريادة. إن أبا بكر هو الذي فعل ذلك لما أتوا إليه وفيهم القادة والمقاتلون والسياسيون.
قال ترعون الغنم حتى يري الله خليفة رسوله فيكم ما يرى. أين أولئك الذين دخلوا باسم الإسلام ليتعاملوا بالإسلام؟ هذا هو الإسلام. أما اللي يقوم واحد ليبرالي هو أصلا رافض وكاره لما أنزل الله علشان بس يحط نقط في حسابه ويقول أنا أول من تكلم. أين هؤلاء الناس؟ أين هم أمام تلك الدماء؟ وبعدين لجنة تقصر حقائق إيه؟ هو القاتل هو لا يتقصر حقائق، ده هو القاتل صار قاضي ومحامي ومدافع. إخوانا والله هذا الأمر فعلا لا يجري إلا على المغفلين. خلاص بقى كفاية كده. هذه الدماء التي تسيل حتى ملأت السهل والوادي ستظل كثيرا كذلك، والأمر والله ما هو إلا عبارة عن إشغال الرأي العام لأمور تدبر حتى تضيع هذه البلد على هؤلاء الذين يعني خرجوا ونادوا بالحكم لما أنزل الله. وإن كان هذا السبيل من أوله إلى آخره ليس سبيلا تاما، ولكن الناس بتجرب. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. نرجع إلى وثيقة أبي بكر. الخونة لا يكونوا أمناء، ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. الأمناء لا يخونون، والمؤتمنون لا يخونون، لأن خلتهم وصفتهم الأمانة. ولكن سبحان الله كأن أنت بتتعامل مع واقع جامد. ناس كده أصابها الظهور والغفلة ومش عارف مين اللي مات ومين اللي قتل ومين. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله يا إخواني يستعجل اللسان ليخرج ما في القلب. وأنا في مثل هذه المواطن الواحد بيمسك نفسه بالعافية، لأن السبيل أوله أمامك وآخره أمامك في القرآن. فيش مجال للمنحنيات خالص من الأول خالص. طالما أن أنت عايز تعمل نظام يقوم به البلد على مراد الله، لابد من التخلي تماما عن كل معاون أو مناصر للنظام السابق. طالما أنه وصل للسيادة بهذه الصورة، لا ارجع بقى، لابد أن ترجع، مش مكانك حتى ترى أمانة الناس اللي بيحب المسلمين واللي هو يريد أن يخدمهم. تعالى بعد كده بس تختبر الأمانات. ليه؟ لأن أعظم تهمة إن أنت مولى منصب في نظام زي كده. ده اللي كان بيروح عايز يشتغل بس غفير في الشرطة كان لازم يرضوا عليه. غفير بس هياخد بتاع 75 جنيه وينام في الثلج لما البرد يبريه، ياخد 75 جنيه، لابد إنه يكون مرضي عنه. فما بالك بقى لما تجيب السلم من فوق وانت نازل. يا اخواني يعني لا مجال للغفله ولا مجال للتغافل ولا مجال للبحث عن بنيات الطريق. وينبغي على هؤلاء الناس الذين ائتمنهم البعض من الناس ان يقوموا بهذه الامانه. ان يجي واحد يقول يا اخوانا نحسن الظن، اما انت تقول نحسن الظن، امال الشارع يقول ايه؟ تحسن الظن بمين؟ انت ليك تحسن الظن لحد امتى؟ لحد ما كله يقتل؟ سبحان الله، يعني ما هذا إلا أساطير الأولين. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقيض لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول أمورنا خيارنا، وبقوتك ربنا أزل شرارنا عن أمرنا. اللهم طهر بلادنا من الفساد والمفسدين. اللهم طهر بلادنا من الفساد والمفسدين. اللهم طهر بلادنا من الفساد والمفسدين، واجعل دائرة السوء عليهم أجمعين. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم والدينا واسكنهم فسيح جناتك. اللهم ارحم والدينا واسكنهم فسيح جناتك. اللهم ارحم والدينا واسكنهم فسيح جناتك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.